السلام عليكم خوتي المغاربة. في السلسلة ديال الاستيلاء ديال دولة الجزائر على بزاف ديال المسائل اللي هي ماشي ديالها ديال دول اخرين وكتنسبها لها، كنعرفوا بزاف ديال المسائل اللي استولاو عليهم وكينسبوهم ليهم رغم انهم ماشي ديالهم، اللي هما ديال المغرب. لكن كذلك الشقيقة مصر لن ولم تسلم من الاستيلاء ديالهم. غادي نتكلموا على ثلاثة ديال المسائل. غادي نبداو بالمسألة الأولى اللي هي واحد المسألة ولاو تيقولوها الجزائريين بزاف، اللي هي تحيا الجزائر. هذيك تحيا الجزائر نورمالمون حنايا كنا كنسمعوها في مصر. الجزائر كانت عندهم بيبا لالجيري ولا فيفا لالجيري، يعني كتبرونونسا بالسبليونيه بيبا لالجيري الخيليه، ولا كيقولوا بيبا لالجيري. هاد التحيا الجزائر كانت عند تحيا مصر. حنا كنشوفوا تحيا مصر، المصريين تيقولوها كما كنقولوا حنايا ديما مغرب، ولا كنقولوا فيف لو ماروك، ولكن ولات متداوله مؤخرا عندنا حنا بزاف الكلمه ديال ديما مغرب. حنا عندنا ديما مغرب، مصريين عندهم تحيا مصر. الجزائر ما بقاتش عندهم فيفا لالجيري، ولاو تيقولوا تحيا مصر، تحيا الجزائر. بل ولاو فاتوا هما داكشي، ولاو تيقولوا تحيا الجزائر وتحيا شنقريحه وتحيا عمي تبون، يعني تحيا اللي هي مؤنث، ولاو نسبوها حتى لتبون. واخا ماشي مشكل. هذه المساله الاولى هي تحيا راه ماشي ديال الجزائر، راه ديال مصر، ديال الشقيقه مصر. الحاجه الثانيه اللي خدوها من مصر شنو هي الجمهوريه الجديده. مصر ديما عندها في اللوغو ديالها كيديروها حتى في الاذاعات كيكتبوا مصر الجديده. الجزائر ولات كتقول لك الجمهوريه الجديده مع المجيء ديال تبون. لكن شنو هو المشكل؟ هو ان مصر الشقيقه مصر عندها سبب باش سمات هذاك الاسم. سمات هذاك الاسم حيت داروا بزاف ديال الانجازات. داروا تقريبا 5000 مصنع، يعني مصانع ديال الزيوت ومصانع ديال بزاف المسائل، سموها مصر الجديده. يعني دخلات في واحد العهد ديال التصنيع اللي هو جديد. الا جينا حنايا دابا غادي نشوفوا هاد الجزائر الجديده، واش حنا فيها شي حاجه جديده؟ واش دارت شي حاجه جديده؟ ماشي حنا اللي نشوفوا الجزائريين اللي يشوفوا. واش الجزائر دارت شي حاجه جديده باش غادي يسميوها الجزائر الجديده؟ واش هاد العهد ولا هاد العهده ديال تبون واش دار شي حاجه جديده؟ دخلوا شوفوا الانجازات ديال تبون غير لقاءات فقط باش كيثبت الشرعيه ديالو، لان هو من هاد المساله هادي محسوس منها. هو والناس اللي حاطينه محسوسين منها، خصهم يثبتوا الشرعيه ديالو. يعني كثر غير من اللقاءات ديال هذا والسفريات وصافي، هادشي اللي كاين. اما شي حاجه دارت ما كاين حتى شي حاجه. يعني وصل به حتى بدا كيستقبل حتى الاطفال. اين هي الجزائر الجديده؟ حتى هي خديتوها من مصر. مصر عندها مصر الجديده، عندها علاش دارت هذاك الاسم. لكن باش تنسبوا نتوما واحد الحاجه ماشي ديالكم ليكم، راه ما عندها حتى شي معنى. وخصوصا انه في العهده ديال تبون ما كاين حتى شي انجاز. فاين هي الجزائر الجديده اللي خديتوها من مصر الجديده؟ هذه هي الحاجه الثانيه. غادي نمشيو للحاجه الثالثه. الحاجه الثالثه هي ولاو كيروجوا لواحد الاسم سميتو الجزائر المحروسه. كيفاش الجزائر المحروسه؟ الجزائر حنا كنا كنسمعوا ولا في الافلام ديالنا لا في هذا كنسمعوا مصر المحروسه. اي واحد في الوطن العربي، اي عربي في الوطن العربي سولتيه كتقول له شنو هي الدوله اللي كتقال لها المحروسه، غادي يقول لك مصر. رجعوا حتى الجزائر حتى هي محروسه، تيقولوا الجزائر المحروسه. لكن كذلك المصريين جابوا ديك الكلمه ديال المحروسه على عندها سبب ديالها كيفاش تقالت، وعندها قصه ديالها وكيفاش تتقالت هاد الكلمه هادي ولات كتردد. هو انه مصر فاش طاحت الدوله الفاطميه جا دخل يوسف صلاح الدين وسمى هذيك القلعه اللي كانت هي القاهره دابا، كندور بها قلعه وهذا، وسماها المحروسه. علاش؟ حيت ما قدر حتى شي واحد يدخل عنده منين داروا داك السور ديال ديك القلعه اللي كنسمعها في الافلام كيقولوا لها باللغه المصريه، باللهجه المصريه تيقولوا القلعه. لهذا المصريين تيقولوا المحروسه لمصر، لانها ربي حفظها من جميع العدوان والاختبار اللي طاحت فيه مصر
ما تقاستش هذيك البلاصه وسموها محروسه. الجزائر منين جبتوا هاد المحروسه هادي؟ شنو بالعكس انا بحثت وداك الشيء من هنا، لقيت واحد الفيديو ديال واحد الجزائري سولو مذيع اللي هو كيشوفوه الناس في الاذاعه الجزائريه، سول واحد السيد قال له منين جات هاد المحروسه هادي، اش قال له؟ قال له هو اسم روحي، لكن هو احنا محروسه بالاولياء والصالحين ديالها. يعني ثلاثه د الحوايج خداتهم الجزائر من مصر. يعني مصر لم تسلم ولم تسلم كذلك من الاستيلاء على شي مسائل اللي هي ديالها، وعندها في التاريخ ديالها، وعندها اسباب باش تسمات بها كينسبوها لهم. الله يهديكم، الله يبعد عليكم هذا الادمان هذا ديال الاستيلاء ديال واحد الحاجه وهذا. ولكن هذا السبب ديالاش هو ان الجزائر لا تبدع، ما كيعرفوش حتى الابداع. يعني غير كلمه سارقينها، بدعوا غير في كلمه، ثبتوا راسكم غير بدعوا بكلمه. تحياتي لكم ومع السلامه.